السلام عليكم يا شباب. اليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا واغلبكم قد لفت انتباه هذا الموضوع. قبل لا ندخل في الموضوع اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا زر اللايك ليصلكم كل جديد لنوصل 1000 مشترك. اكيد الكل يشوف اللاعبين يلعبون في الشوارع وفي الملاعب الضيقة بكل جهد، ولكن ما في دعم حقيقي. ليش؟ تعال أخبرك. هل السبب في نقص الملاعب أم أن في مشكلة أكبر من كده؟ نعم يا شباب، هذه الرياضة في اليمن. الرياضة في اليمن مش مجرد ترفيه، هي فرصة لصناعة الأبطال وبناء الشخصيات. لكن هل في دعم حقيقي؟ لكن السبب مش في المواهب اللي عندنا، السبب هو في القطاع الحكومي والخاص الذي ما قدر يقدم دعم كافي للاعبين والموهوبين في اليمن. الرياضي اللي في اليمن يعاني من كثير مشاكل، مثل نقص الملاعب، نقص المعدات مثل البواتي عزكم الله، ومثل الحاجات الثانية المعدات الرياضية، وكمان نقص في الدعم النفسي. ولكن رغم هذا الرياضي اليمني يتدرب يوميا ويؤمن أنه بيحقق حلمه. الرياضة مش لعبة، الرياضة هي تحدي، هي حياة، هي فرصة لصنع مستقبل أفضل. نحن محتاجين نرفع مستوى الدعم للرياضة وكمان نخلق بيئة للشباب من النجاح. وفي النهاية الرياضة تحتاج لينا. إذا كنت أنت لاعب أو حتى متابع، عليك أن تؤمن بأنك جزء من هذا التغيير والقرار بيدنا. هل سوف نكون جزء من هذا النجاح؟ وبس يا شباب، فاضي أو مشغول؟ صلي على الرسول.